وكليشيهات كثيرة. ليس لدي تفسير حقيقة، قد يكون خطأ إداري، قد يكون تقدير سياسي، لا أعلم. إنما العالم كله غطى هذا، والعالم كله غطى هذا. طبعا هذا يمكن هذا اللي طرح غصة في نفسي، إنما إن أهل بلدي لم يتاح لهم الفرصة أن يشاركوني في فرحتي عندما حصلت على جائزة نوبل. إلى أي مدى كنت تشعر بسعادة بعد حصولك على جائزة نوبل، وهي جائزة أرفع جائزة في العالم؟ إنما بين قوسين الجائزة التي دائما لأنها نوبل في السلام دائما يقال أنها مسيسة. فكرت فيها ازاي يا دكتور البرادي؟ جائزة نوبل السلام، وكذلك برضو لازم جائزة نوبل السلام غير مسيسة على الإطلاق يا منى. لجنة نوبل التي تنتخب الحاصل على جائزة نوبل للسلام هي لجنة مكونة من 5 أشخاص معينين من البرلمان النرويجي، مستقلين استقلال تام، لهم حيادية مطلقة، ليس لهم صلة بالسياسة على الإطلاق. رئيس اللجنة رجل أستاذ طبيب. هناك 3 سيدات يعملون في العمل العام. اللجنة مكونة من 5 أفراد تمثل الأحزاب